تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. 3 ضربات إرهابية لأمريكا في أيام، وإحنا بنتابع الأخبار في الأيام الأخيرة. 3 ضربات إرهابية لأمريكا، في تفجير في منهاتن، وفي حادث طعن في مول في مينيسوتا، وفي حادث تفجير في نيوجيرسي. في تفجير منهاتن 29 شخص أصيبوا. محافظ نيويورك طلع وقال إنه ده حادث إرهابي، وتم إلقاء القبض على أفغاني متهم بذلك منذ قليل. حادث الطعن اللي في المول اللي في مينيسوتا في 8 مصابين، وتنظيم داعش تبنى موضوع مينيسوتا، وطبعا ده يثير قلق شديد جدا إن داعش تتبنى حادث داخل أمريكا بهذا الوضوح. و3 الحادث اللي هو في نيوجيرسي، كان في سباق خيري، 5000 واحد هيجروا في هذا السباق في مكان للقمامة. المفروض هيمروا على سلة قمامة وهم في الطريق، وضعوا قنابل الإرهابيين داخل سلة القمامة. انفجرت قنبلة واحدة، لكن الباقي لم ينفجر حسب محطة يورو نيوز. يبقى إذن ده معناه إن السباق الخيري اللي فيه 5000 أمريكي كانوا هيجروا من قدام سلة القمامة ديت، كان ممكن يتعرضوا للمخاطر لأنهم عدد كبير جدا، وده أيضا عدد من القنابل. يبقى إذن هذا التفجير في نيوجيرسي مع حادث طعن في مول في مينيسوتا مع تفجير في منهاتن، كده 3 أحداث إرهابية في أيام داخل أمريكا. في تحليل ذلك البعض قال إنه ده معناه إن أمريكا لم تعد محصنة في الوقت الحالي ضد داعش أو ضد الإرهاب. بعض الخبراء قالوا ده في مصلحة ترامب، وكل ده يصب في مصلحة ترامب، وقد يصبح ترامب رئيسا لأمريكا بحالة الخوف إن ممكن ترجع أحداث إرهابية في أمريكا من جديد. إنما في كل الأحوال الخاسر هم المسلمون، لأن برضه تصاعد الإسلاموفوبيا والعداء للإسلام وكراهية الإسلام واتهامه بارتكاب جرائم في كل مكان. هذه الظاهرة سوف تجد مددا وتصعيدا للأسف الشديد في الولايات المتحدة على أثر هذه الأحداث الإرهابية الآثمة. 2. كيف ساعد تنظيم القاعدة إسرائيل في العودة إلى إفريقيا؟ تنظيم القاعدة وتنظيم داعش معه والتنظيمات الإرهابية المتخلفة المنتشرة في إفريقيا ساعدت في عودة إسرائيل إلى القارة الإفريقية. بداية يجب أن نعترف أن في حرب باردة بين مصر وإسرائيل في إفريقيا باستمرار. كان لينا النفوذ الأكبر في إفريقيا والرسالة الأوضح في إفريقيا. لفترة طويلة جدا مصر هي الدولة المركزية والمحورية الأولى في كل القارة الإفريقية، وهي اللاعب الرئيسي داخل القارة الإفريقية، لكن كنا لاعب رئيسي من أجل الأفارقة في مكافحة الاستعمار ومحاولة نهب ثروات القارة الإفريقية. دلوقتي إسرائيل مش بس بتضيق علينا في إفريقيا، إنما كمان بتضيق علينا في منطقة حوض النيل، وفي حرب باردة بين مصر وإسرائيل الآن داخل إفريقيا. ماذا تريد إسرائيل؟ لأنه لم يتجرأ من قبل أي رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل أن يروح إفريقيا أو دول منابع النيل. لم يحدث من قبل من 48 إلى الآن. لكن نتنياهو تجرأ وذهب إلى إفريقيا وزار 4 دول من دول منابع النيل في إفريقيا، ومعاه 80 رجل أعمال من 50 شركة. وده بيرتفع بمستوى الحرب الباردة بين مصر وإسرائيل في إفريقيا. ماذا تريد إسرائيل من إفريقيا؟ نمرة 1 الأمم المتحدة. إفريقيا كتلة تصويتية كبيرة جدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، 54 دولة ب54 صوت، فكتلة كبيرة جدا، أكتر من 50 صوت في القارة الإفريقية. إسرائيل عايزة تاخد هذه الأصوات
لما يكون في تصويت متعلق بالدولة الفلسطينية أو بالقضايا العربية والإسلامية. احنا باستمرار كان الصوت الإفريقي لصالح فلسطين والصوت الإفريقي لصالح العرب. وبعد حرب 67 و73 بقى في 3 دول إفريقية فقط من أكثر من 50 دولة، 3 فقط اللي عندهم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. إنما كل القارة الإفريقية تقريبا ضد إسرائيل، لأنها دولة عنصرية بتحتل فلسطين، كانت حليفة في جنوب إفريقيا للأقلية الاستعمارية البيضاء الحاكمة في مواجهة حركة التحرر الوطني نيلسون مانديلا. كل هذا الأمر خلى إن إفريقيا أي قضية تبقى لصالح مصر وتبقى لصالح فلسطين ولصالح الأمة العربية. نتنياهو وإسرائيل من زمان بتبذل إسرائيل جهود كبيرة إنها تاخد من أصوات إفريقيا، ودلوقتي بتبذل جهد بقى على أكتر من مستوى. تاخد أصوات إفريقيا، تمنع أصوات إفريقيا من الوقوف مع مصر أو فلسطين أو العرب. 3 والأخطر إن إسرائيل تصبح عضو مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي. وعشان كده نتنياهو في زيارة أديس أبابا دي مقر الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى أنها الدولة الرئيسية في منابع النيل. يعني ضربة مزدوجة، ضربة دبلوماسية مزدوجة بيجني فيها الكثير في هذه الزيارة. يبقى إذن إفريقيا كانت ضد إسرائيل، الآن إفريقيا بتتجه لصالح إسرائيل. لم يتجرأ رئيس وزراء من قبل في إسرائيل بزيارة إفريقيا ودول منابع النيل، تجرأ نتنياهو وفعلها، وأصبح دلوقتي في كلام جاد على إنه إسرائيل تكون عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي. كينياتا رئيس كينيا قال إنه ليه لأ، ده هيبقى إضافة للسلام العالمي. تخيل إن وجود نتنياهو ووجود إسرائيل في الاتحاد الإفريقي هيبقى إضافة للسلام العالمي ولمصلحة القارة الإفريقية. يبقى إذن ده ملف الأمم المتحدة، 54 صوت كانوا تقريبا كلهم ضد إسرائيل أو على الحياد. دلوقتي هو عايز ياخد أصوات كتيرة منهم لصالح إسرائيل، وكمان يبقى عضو في الاتحاد الإفريقي عضوا مراقبا. 2، النفوذ في دول حوض النيل، إن إسرائيل بقى تكون موجودة بقى مش في إفريقيا بقى، ده دخلنا مرحلة أكبر من الحرب الباردة بيننا وبين إسرائيل، لأنه في دول حوض النيل. وقبل ما يتم توقيع العقود الخاصة بالدراسات الفنية بسد النهضة، نتنياهو عمل الزيارة اللي قام بها إلى دول حوض النيل قبل توقيع العقود الفنية اللي خاصة بسد النهضة، علشان يؤثر على موضوع سد النهضة. وفي تحدي في الأمر إنه قبل التوقيع ذهب نتنياهو إلى هناك. يبقى إذن في تضييق على السياسة المصرية في دول النيل، في تضييق على رؤية مصر بشأن الاتفاقيات الدولية الخاصة بمياه النيل، وفي دعم ضمني لأي جهود ضد الدولة المصرية في دول منابع النيل. ماذا تريد إسرائيل في هذا الأمر؟ هل تريد أكثر؟ بعض الخبراء، ودراسة مهمة المركز الإقليمي للدراسات، بيقولوا إن إسرائيل أو ذهبوا إلى أن إسرائيل تريد وصول مياه النيل عبر ترعة السلام إلى صحراء النقب، ووصول مياه النيل إلى إسرائيل ده معناه يرتب لإسرائيل الحصول على ما يعادل تقريبا 1,000,000,000 متر مكعب من مياه النيل سنويا. إذن البعض بيتحدث على إن إسرائيل بتضيق على مصر، البعض يتحدث على إنه إسرائيل عايزة كمان مياه النيل إلى هناك بما يعادل 1,000,000,000 متر مكعب سنويا. 3، النفوذ في إفريقيا، إن إسرائيل مش بس إنها تصلح علاقتها بإفريقيا وتخلي التصويت في الأمم المتحدة ما يبقاش ضدها أو يكون معاها، ومش بس إن يكون لها نفوذ في دول منابع النيل،
وإن هي تطمح إلى أن تكون عضوا في الاتحاد الإفريقي، ثم تطمح إلى وصول النيل بما يعادل 800 مليون متر مكعب سنويا، قرابة مليار متر مكعب سنويا إلى صحراء النقب. وإنما كمان إسرائيل تريد أن يكون لها نفوذ في البحر الأحمر. البحر الأحمر بحيرة عربية، السعودية من ناحية وإحنا من ناحية، الأردن، السودان، ففي سيطرة عربية على البحر الأحمر. فإسرائيل راحت لإثيوبيا وإريتريا علشان تضيق على عروبة البحر الأحمر، وإحنا شايفين إيران تحاول من الناحية الأخرى. يبقى إسرائيل من ناحية وإيران من ناحية من أجل خنق عروبة البحر الأحمر. أيضا إسرائيل تسعى إلى منافسة تركيا وإيران، الصين، الهند، البرازيل. دلوقتي الكل يتجه إلى إفريقيا، فدلوقتي مش هتتأخر إسرائيل عن هذا السباق. يبقى تركيا موجودة بقوة، أردوغان موجود بقوة في إفريقيا، إيران موجودة بقوة أشد من تركيا في إفريقيا، دلوقتي إسرائيل تبقى موجودة بقوة في إفريقيا. قلنا قبل كده كثيرا المشروع العربي، الرؤية العربية، المشروع الحضاري العربي ينبغي أن يكون محكوما عربيا. إنما النفوذ الإقليمي عندنا 3 بيحاولوا بسط النفوذ الإقليمي في المنطقة: إسرائيل، إيران، تركيا. ال3 بيحاولوا إن هم يبسطوا النفوذ ويلغوا الأمة العربية ويلغوا الحاضر العربي. إلغاء العروبة هو مشروع ثلاثي إقليمي: تركيا من ناحية، وإيران من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى، مثلث العداء للعروبة. طيب، يبقى لازم نبذل أقصى جهد في تجديد الفكر العربي وتجديد القومية العربية وتجديد الرؤية العربية للوقوف في مواجهة هذا المثلث المعادي للأمة العربية اللي بينتقل دلوقتي إلى إفريقيا للتضييق على مصر والدول العربية في إفريقيا. نفس المثلث، إسرائيل وتركيا وإيران بيضيقوا على الأمة العربية شمالا، والآن يضيقون على الأمة العربية جنوبا. 4، دور التطرف الديني. تنظيم القاعدة موجود في الصومال، ورئيس كينيا قال إن احنا عايزين مساعدة إسرائيل في مواجهة تنظيم القاعدة اللي هي حركة شباب المجاهدين. فإذا من أول ما ظهر موضوع القاعدة في الصومال كانت بلد جميلة جدا، كانت رائعة جدا، واللي يشوف صور لها في الستينات يندهش من جمال مقدشو وروعة هذا البلد. انتهى هذا البلد، ورئيس الصومال حسن شيخ محمود، شوف حتى الاسم حسن محمود، راح إسرائيل وقابل نتنياهو. يبقى الصومال لما ركعت تحت التطرف الإرهابي فرئيسها استغل هذا الموضوع، وهو أمر غير مقبول، وذهب إلى إسرائيل يطلب العون في مواجهة القاعدة. يبقى القاعدة دمرت الصومال وخلت رئيس الصومال يذهب إلى إسرائيل يطلب عون نتنياهو في مواجهة التطرف الديني. تعال بقى على كينيا اللي جنبهم على طول. كينيا قالت إحنا وإسرائيل نعمل معا في خندق واحد في مواجهة الإرهاب. وكل دولة في إفريقيا بقى عندها بقى بوكو حرام، وعندها داعش، وعندها القاعدة. كل هذه الأشكال اللي موجودة هناك خلت كل هذه الدول تقول لك إحنا مع إسرائيل في محاربة الإرهاب. ده الدور اللعين اللي عمله التطرف الديني، إنه دخل إسرائيل إلى إفريقيا وكره إفريقيا وكتير من الأفارقة فينا كأمة عربية وإسلامية. الطريق الممهد اللي مشي عليه نتنياهو مش الطيارة اللي ركبها ولا رجال الأعمال اللي معاه ولا دور الموساد. اللي مهد الطريق تنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام، اللي مهدوا لعودة إسرائيل بحجة مساعدة إفريقيا في مكافحة الإرهاب. كينيا مثلا عندها مشاكل على الحدود، أكتر من 700 كيلو على الحدود. على الخريطة يبقى واضح لحضراتكم. هنا تقريبا البحر كده بهذا الشكل، تلاقي هنا
ادي الصومال، هنا كينيا، هنا اثيوبيا شمالا كده، وهنا كينيا، وادي الصومال. هنقول للتبسيط ادي الحدود بين كينيا والصومال 709 كيلو، قول 700 كيلو. الحدود ديت اللي بين كينيا والصومال، هذه الحدود إسرائيل هتبني عليها جدار طوله 700 كيلو. هذا الجدار علشان يحمي كينيا من الصومال. الهدف الرئيسي في هذا الأمر حماية كينيا من الصومال. طبعا ده شيء في منتهى الخطورة لما يكون عندك تنظيم بهذه الخطورة موجود في هذا المكان، وتلاقي ان كينيا عايزة تنقذ نفسها من هذا التنظيم، تنظيم القاعدة، فتقوم تلجأ لإسرائيل علشان تعمل 700 كيلو بينها وبين الصومال لتحمي نفسها من تنظيم القاعدة. إذن في المجمل إسرائيل تريد أن تعود، إسرائيل تعود، حرب باردة بين مصر وإسرائيل. إسرائيل تريد أصوات إفريقيا، إسرائيل تريد عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، إسرائيل تريد التضييق علينا في مياه النيل، إسرائيل تريد مليار متر مكعب من مياه النيل إلى صحراء النقب، إسرائيل تريد أن تقول أنها مع الأفارقة في مواجهة الإرهاب. كان في أيام قبل كده كانت كل إفريقيا ممتنة لينا، ونيلسون مانديلا كان شايف نفسه في مسيرة واحدة وسياق واحد مع منظمة التحرير الفلسطينية، وكان شايف مانديلا إسرائيل زي النظام العنصري في جنوب إفريقيا، منظمة التحرير زي حزب مانديلا، الكل يعمل من أجل التحرر الوطني، قبل أن تنعكس الأمور إلى هذا الحد المزري. الصين تدهش العالم بالمحطة الفضائية الصينية. احنا في محطة فضائية دولية موجود فيها روس وأمريكان. الصين بقى بتبهر العالم إنها بتخطط لمحطة فضائية، محطة فضائية مش قناة تلفزيونية، محطة فضائية في الفضاء الخارجي يذهب إليها رواد الفضاء ويقيموا فيها ويبحثوا كوكب الأرض والكون من حولنا. محطة فضائية صينية خاصة بالصين. ونجحت الصين قبل أيام أنها تطلق صاروخ في هذا الإطار بيمثل نقلة كبيرة جدا تمهيدا لهذه المحطة. الشهر اللي جاي في إطار نفس المنظومة هيطلع رائد فضاء صيني. بعد كده بقليل هيبدأوا إجراءات تدشين المحطة الفضائية الصينية خارج الغلاف الجوي لكوكب الأرض. بنتكلم على منظومة مذهلة في التطور الفضائي الصيني. منظومة الصواريخ الفضائية بتوازيها أيضا تطورات مذهلة في منظومة الصواريخ العسكرية. عندنا قبل كده اتكلمنا عن صاروخ مضاد للصواريخ اللي هو YG-12. طبعا ده كان شيء متقدم جدا ان يكون في منظومة صواريخ صينية بهذه القوة مضادة للصواريخ. اتكلمنا ايضا عن الصواريخ البالستية الصينية العابرة للقارات القادرة على حمل رؤوس نووية. ايضا العالم كله وقف مندهشا ومذهولا من نجاح الصين انها تعمل صواريخ تسمى الصواريخ القاتلة لحاملات الطائرات. فهذه الصواريخ تقدر تسقط فوق حاملات الطائرات وتدمر حاملات الطائرات. إذا من صواريخ تقتل حاملات الطائرات إلى صواريخ تخترق الغلاف الجوي، إلى تدشين محطة فضائية صينية، إلى صواريخ تحمل رؤوس نووية عابرة للبحار والمحيطات. كل دي منظومة مدنية وعسكرية فضائية واستخدامات نووية كلها بتعزز مكانة الصين العسكرية في العالم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي،
وبناة الأهرام في السال